وبدأت حرب البيانات. تيجي فترة كده تبقى موضة الأندية تطلع بيانات في محاولة للحصول على حقوقها أو للإشارة إلى أن هناك خطأ ما وأنا ماليش دعوة بيه، وإذا حصل حاجة ليا يبقى أنا مش المسؤول، يبقى اللي أنا بعت له البيان هو اللي مسؤول بشكل مباشر. بلف ودور أنا كمان أهو على اتحاد الكورة. البيانات طلعت من الاهلي ومن الزمالك ومن انديه كتيره جدا جدا حوالين الحكام، حوالين المسابقه، حوالين امور كتيره، لكن انا هقف على اخر بيان او بعض البيانات الاخيره اللي منها مثلا ان النادي الاهلي بعت لاتحاد الكوره بيان يعني شديد اللهجه، يعني عايز يقول له ان انت يعني تقريبا فيما يخص مساله الكوره والمسابقات وكاس مصر ان انت ما عندكش فكره، ارجع للوائح والقوانين الدوليه هتلاقي نفسك في الباي باي يا اتحاد الكوره. اتحاد الكوره قال لك انا هعمل الكاس يوم 29 دور 32 والانديه تلعب مجال الدوليين. في اي عرف وفي اي لائحه وفي اي قانون اتحاد الكوره بيدي امر على هذا النحو غير قابل للتنفيذ او انه غير قانوني ولا يعني يمت لاي لائحه في الدنيا. اتحاد الكوره قال الماتشات 29، معسكر المنتخب هيبدا 28، الاجنده الدوليه بتقول لك ان انا اديك اللعيبه بتاعتك قبلها ب 72 ساعه. الماتش بتاع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو. طب يبقى ايه انت عايز ايه؟ انا عندي لعيبه وعندي فلوس وعندي التزامات وعندي كذا، انت ازاي بتقول هذا الكلام؟ ارجع للوائح والقصه دي كلها. طبعا الاهلي بيقول طبعا مفيش شك ان الاهلي يعني كان سباق في ان هو يحتاج. لما الزمالك هيصحصح اكيد هيحتاج هو كمان، لانه المساله مش هتمشي. وبعدين اتحاد الكوره يعني بيقول حاجات غريبه، العب بالدوليين الاجانب. طب ما الدوليين الاجانب دول ممكن يكون يا اما مصابين يا اما ملتزمين يا اما عندهم ارتباطات خارجيه، او ثم انت اساسا مالكش علاقه العب بمين ولا بمين، انا عندك اللعيبه الدوليه تاخدها قبلها ب 72 ساعه. فتبقاش يعني ايه يا اتحاد الكوره يعني تحاول تعمل يعني كذا معلم يعني وتبعت لنا هذه الخطوات. فمفيش شك الاهلي عنده حق في هذا الكلام. من ضمن البيانات برضو الكلام عن الحكام، يعني الاهلي بيحتج على الحكام، الزمالك من يومين احتج على الطاقم التونسي وبعت الاتحاد الافريقي، الاهلي بيبعت النهارده الاتحاد المصري عشان الاهلي الزمالك بيحتج طبعا على الحكم التونسي، والاهلي بيحتج على اداره التحكيم المصري بشكل عام، ومن ضمنها ماتش البلديه وازاي ما فيش حمايه للعيبه. دي مساله يعني سطحيه ملهاش علاقه بالموضوع. وبعدين برضو من ضمن الحروب البيانيه قصه الشيبي والشحات، ودي المعضله اللي محتاجين الناس تفكر فيها بالعقل. بدايتها عقوبه ساذجه، قلم مطرقع اهانه سب بتاع مش عارف ايه، ماتشين و20,000. خلوا الشيبي وهو بيتكلم لجنه الانضباط بيقول لهم انا اتنازل بس اضربه بالقلم، والقصه اللي انتوا عرفتوها قدام الناس كلها والقصه كلها، وبعد كده نتصالح. وصلنا يعني للمرحله دي ليه؟ لان الساده المسؤولين في لجنه المسابقات عملوا عقوبه خزعبليه. هذا القلم اللي بيتضرب على الوش والناس بتسمع طرقعته ب20,000 جنيه، وفي نفس الوقت ماتشين. طب يعني لا مؤاخذه، يعني لو انه حصل الاعتداءات اكتر من كده دخلنا بقى في نظام اللكمات والشراريط والكلام ده، هينص عليا في اللائحه بهذا الموضوع. كبرت العمليه، انا ماليش دعوه كبرت يعني، لانه طبعا مصدرها الاساسي ان العقوبه سيئه جدا جدا، وبعدين مساله كل جانب بيدافع عن الطرف بتاعه حتى لو كان غلطان. اي نعم الاهلي غرم الولد اللي غرم الكابتن الشحات 500,000، لكن دي حاجه داخليه وكلنا عارفين العقوبات الماليه دي ممكن تتقال النهارده وبعد شويه يعني بيبطل التماسات وقصه، لكن بيبقى ال ال يعني الخطا المادي اللي الناس بتتفرج عليه.
انا لا مع ذبح الشحات ولا مع انصاف الشيبي ولا مع اي حد في الموضوع. انا مع ان احنا بقينا فرجه قدام الناس، لدرجه انه القنوات العربيه والاجنبيه غير المتخصصه بدات تتكلم في الموضوع. من يومين بقلب لقيت سكاي نيوز العربيه فارده مساحه كبيره من الناحيه القانونيه والادبيه والاجتماعيه. سكاي نيوز العربيه الاخباريه لقصة الشحات والشيبي، وده معناته ان احنا يعني متاحين، او الناس بتلاقي في الواقع الكروي على الاراضي عندنا ما يجعل الناس تهتم، لانها فيها يعني موضوعات شيقة وموضوعات جذابة. كان المفروض لو في لوائح وقوانين غير العك اللي موجود في لائحة المسابقات كانت تمشي، وده مختلف مع القانون. يعني احنا عندنا قانون الرياضة سنة 17 قانون 71، في مثلا في الباب العاشر في العقوبات المادة 84 بتقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 1000 جنيه، ما تقلش عن 1000 جنيه وما تزيدش عن 3. ده الكلام ده لما كان ال1000 جنيه يعني و3، دي حاجات برضه شوية كده عايزة تتظبط يعني. أو بالعقوبتين مع بعض في إذا كان حصل فيه سب أو قذف أو إهانة بالقول أو بالصياح أو بالإشارة لشخصية طبيعية أو اعتبارية، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من الوسائل. أعتقد إن اللي حصل في الحادثة بتاعت الشيبي والشحات فيها كل الكلام ده. أنا لا بطالب زي ما تقول حبس ولا محاكمة ولا كلام فاضي من ده، لكن ده القانون. أنا مش قانوني، ده القانون ودي اللائحة. لو احنا بنوفق بين اللوائح والقوانين وبنحط اسس ونظام الى اخره، الامور هتمشي بشكل كويس. قضيه الشيبه رايحه فين؟ هي والشحات رايحه في حاره سد حتى الان. هنا في عند وهنا في عند، ده بيدافع عن كرامته وده بيقول لك ان ده اعتذر، وشغالين وسايط وضربوكات ودخلوا في الوزير والوزير انفى حواديت يعني. فاصل من العك العنيف جدا جدا اللي قبل 30 مايو قبل الحكم ما يصدر هيبقى فيه اجراءات وحاجات كلها. وعلى فكره التهديد بالاتحاد الدولي مش هيجيب نتيجه، لان لو قصه الحدث ده المجني عليه بعد برضه الاتحاد الدولي هتلاقي الدنيا هتكبر كتير جدا. فالتهديد بالاتحاد الدولي مش صح. ايا كان الوضع انا بشوف انه كل طرف في الشارع الكروي بيحاول ياخد حقه بايده، لانه حاسس انه الدنيا سايبه. وطالما اتحاد الكوره مش قادر يهيمن ولا قادر يسيطر، هتلاقي الصوت العالي كتير وهتلاقي البيانات اكتر وهتلاقي كل واحد عايز ياخد حقه بايديه مش بالقانون. شكرا لحضرتك.